حدوتة القطة لولو. كان يا ما كان في يوم من أيام الصيف الدافية الجميلة، القطة لولو صحيت من النوم وهي مبسوطة قوي، لأن مامتها كل يوم بتاخدها ويروحوا يقابلوا صاحبتها القطة توتة ومامتها. القطة لولو زي كل يوم الصبح بدري غسلت سنانها وخلصت فطارها كله وبقت جاهزة علشان تخرج مع مامتها تقابل توتة صاحبتها في نادي القطط. وفعلا وصلت القطة لولو نادي القطط وقابلت صاحبتها القطة توتة. جريت القطة لولو مع صاحبتها توتة وهم فرحانين وراحوا يلعبوا زي كل يوم، والماميز يقعدوا جنب بعض يشتغلوا على اللابتوب ويتابعوا لولو وتوتة من بعيد. لولو كانت دايماً حاسة إنها أسعد قطة في العالم، لأنها كانت كل يوم تخرج وتلعب. لكن في يوم من الأيام صحيت لولو من النوم بدري زي كل يوم، نشيطة وبتجهز نفسها للخروج. وبعد ما خلصت فطارها مامتها قالت لها: صباح الخير يا لولو، عاوزة أقولك حاجة بس خدي نفس عميق. قالت لولو بفضول: صباح الخير يا ماما، هنروح مكان جديد النهاردة؟ مامتها ضحكت وقالت لها: لا يا لولو يا حبيبتي، توتة صاحبتك سافرت مع مامتها رايحين عند جدتها القطة الكبيرة في مكان بعيد، وهيقضوا هناك أسبوعين. لولو قالت وهي زعلانة: يعني مش هنروح النادي ومش هلعب مع توتة؟ ماما قالت لها: لا يا لولو يا حبيبتي، مش هنروح النهاردة، أنا عندي شغل كتير قوي، ولو خلصت شغل بدري ممكن بكرة نروح أنا وإنتي نادي القطط ونلعب سوا، ودلوقتي لحد ما أخلص شغل إنتي ممكن تلعبي شوية هنا في البيت، اتفقنا؟ لولو قالت وهي زعلانة: ماشي. لولو لعبت شوية وبعدين بدأت تزهق، مفيش توتة وماما مشغولة طول اليوم. كل شوية لولو تنادي على مامتها وتقول لها: يا ماما تعالي العبي معايا، أنا زهقت من اللعب لوحدي. لكن ماما كانت مشغولة قوي وكانت بترد عليها تقول لها: يا لولو يا حبيبتي 5 دقايق بس وابقى معاكي. لكن ال5 دقايق كانوا بيطولوا، وفي مرة لولو ندهت على مامتها وقالت بصوت عالي: ماما الحقيني، في نحلة لسعتني في دراعي. مامتها قامت بسرعة تشوف ايه اللي حصل. مامتها قالت لها: فين يا لولو؟ مفيش أي لسعة، أنا مش شايفة حاجة. لولو قالت: كانت هنا بس راحت. مامتها شكت بس قالت: يمكن فعلا لسعتها وخفت. رجعت مامتها تكمل شغل، وبعد شوية سمعت لولو بتنادي عليها تاني وتقول: ماما الحقيني، في قط غريبة دخلت أوضتي وسرقت لعبتي اللي بتنور. مامتها سابت شغلها تاني وجريت بسرعة تطمن على لولو. مامتها دورت في كل حتة على قطة غريبة وما لقتش حاجة، بس وهي بتدور شافت اللعبة اللي بتنور لولو مخبياها ورا ظهرها. مامة لولو قالت لها: أنت متأكدة يا لولو إن في قطة غريبة أخدت لعبتك اللي بتنور؟ لولو قالت وهي بتضحك ضحكة خفيفة: يمكن كنت بحلم. لولو بدأت تكذب علشان تاخد اهتمامها. مامة لولو فهمت، لكنها قررت تسكت وتشوف لولو هتتصرف ازاي. وبعد شوية لولو كانت بتلعب، وفجأة لولو قالت بصوت عالي: ماما الحقيني، في نحلة دخلت أوضتي وعاوزة تقرصني. لكن ماما كانت لسه بتشتغل وبتعمل حاجات مهمة قوي، وافتكرت إن دي كدبة تانية من لولو. ماما ردت عليها من بعيد وقالت: حاضر يا لولو، بعد شوية جاية. وكملت ماما شغلها. بس ماما بدأت تسمع صوت كركبة وحاجات بتقع، وكمان لولو بدأت تعيط.
ماما حست إن في حاجة مش مظبوطة، جريت بسرعة وراحت للولو، لقيتها واقعة على الأرض وبتعيط بجد. جريت عليها وشالتها ولقت كدمة في جنبها وقالت لها: يا لولو، معلش يا حبيبتي، أنا أسفة، كنت فاكراكي بتكدبي تاني. لولو قالت لمامتها: النحلة كانت بتقرب مني وأنا حاولت أهرب منها وكنت خايفة واتكعبلت. ماما حطت تلج على كدمة لولو وقعدوا سوا على الكنبة، وماما قالت للولو: يا لولو، انتي عارفة إن أنا بحبك قوي، صح يا حبيبتي؟ لولو قالت وهي ماسكة دمعتها: أيوة يا ماما، طبعا عارفة، وأنا كمان بحبك قوي. مامتها قالت لها: بس يا حبيبتي، انتي كدبتي عليا قبل كده، قلتيلي في نحلة قرصتك، وبعدها كدبتي تاني وقلتي إن في قطة غريبة أخدت لعبتك. علشان كده أنا ما صدقتكيش لما قلتي تاني إن في نحلة عاوزة تقرصك. لو ما كنتيش كدبتي قبلها كنت حاجي بسرعة أساعدك قبل ما تقعي. لازم تفهمي كويس إن اللي بيحب حد ما يكدبش عليه أبداً. الكذب حتى لو بسيط بيخلي الناس ما تصدقكيش وقت الجد، وده ممكن يكون خطر كبير. سكتت لولو وفكرت شوية وقالت: أنا أسفة يا ماما، عندك حق، أنا كنت بعمل كده علشان كنت زهقانة وعاوزاكي تلعبي معايا، بس دلوقتي فهمت إن الكذب بيخلي الناس ما تصدقنيش خالص. أوعدك مش هكدب عليكي أبداً أبداً. مامتها فرحت قوي إن لولو اتعلمت الدرس وحضنتها وقالت لها: خلاص يا لولو، أنا مش زعلانة منك، أنا هفضل أحبك دايماً، بس لازم نعمل اتفاق إننا نلعب مع بعض بعد ما أخلص شغل، وممكن لما أكون مشغولة أنتي تقعدي جنبي ترسمي أو تقري القصص اللي بتحبيها. لولو قالت بحماس: اتفقنا، وهبدأ أعمل دفتر مغامرات لولو أكتب فيه كل اللي بيحصل معايا بجد. ومن اليوم ده لولو بطلت الكذب وبقت تستغل وقت فراغها في الرسم والكتابة، واتعلمت تصبر وتستنى ماما لما تخلص شغل. وبعد الشغل بقى لولو ومامتها كانوا بيلعبوا ويضحكوا، وماما تقرأ الحواديت اللي بتحبها لولو. وكل لما ماما تسأل لولو: انتي عارفة ليه ما ينفعش نكذب؟ ترد لولو وتقول: علشان الكذبة وجعتني مرة ومش عاوزاها توجعني تاني. الكذب ممكن يخلي الناس ما تصدقناش وقت ما نكون محتاجينهم بجد، ووقت الشغل لازم نحترم إن بابا وماما مشغولين، ولازم نتعلم الصبر ونسمع كلامهم ونعمل حاجة مسلية ومفيدة لحد ما يخلصوا شغل. وعلشان كده يا حبايبي يا حلوين، لازم نفهم قد إيه مهم إننا نقول الحقيقة، ونفكر دايماً إن الكذب بيعمل مشاكل، ونبقى متأكدين إن اللي بيكذب مرة مفيش حد بيصدقه ولا بيثق فيه. افتكروا دايماً إزاي القطة لولو حصلت لها مشكلة لما كذبت، وإزاي المشكلة كانت ممكن تكبر بسبب الكذب. انتوا كمان لو اتعلمتوا تقولوا الحقيقة وما تكذبوش أبداً، وهتبقوا شطار ومبسوطين طول الوقت، وكل الناس بتثق فيكم. وكمان لازم نفهم إن ساعات ماما أو بابا بيكونوا مشغولين شوية، ولازم يبقى عندنا صبر ونفهم إنهم بيحبونا قوي، وأكيد هيلعبوا معانا لما يخلصوا شغل. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، ودلوقتي يلا نشوف قصة جديدة مليانة مغامرات، وكمان نتعلم حاجة جديدة مع حدوتة كوكي وتيتو. كان يا مكان في جنينة واسعة وكبيرة مليانة ورد وشجر وألوان. كانت القطة المشمشية كوكي بيتها جنب الجنينة. القطة المشمشية كوكي
كان شعرها ناعم وعينيها لونها أخضر فاتح زي لون الزرع، وبتلمع زي نجوم الليل. وكانت دايما بتحب تلبس فيونكة لونها أحمر شيك قوي. ومعاها في حدوتة النهاردة صاحبتها القطة تيتو. تيتو دي بقى كان لونها أبيض منور زي القطن، وعينيها خضرة زي الزرع، ولابسة في رقبتها سلسلة لونها أخضر ومتعلق فيها قلب صغير لونه أزرق. في يوم من الأيام والشمس منورة، كوكي وتيتو قرروا يلعبوا في الجنينة. كوكي كانت بتجري ورا الفراشات وتتنطط بين الورد، وشعرها المشمشي الجميل بيلمع تحت الشمس. وتيتو بقى كانت بتحفر حفرة كبيرة جنب شجرة لحد ما شعرها كله اتملى تراب. كوكي شافت تيتو وقالت لها وهي بتضحك: مياو، ايه ده يا تيتو، شكلك عامل كده ليه؟ كله تراب. وما خدتش بالها ان هي كمان جه عليها تراب. تيتو كمان بصت لكوكي باستغراب وقالت لها: يا سلام يا كوكي، انت كمان عليكي تراب. القطة المشمشية كوكي والقطة البيضة تيتو لعبوا واتشقلبوا وما كانوش مهتمين خالص بالتراب اللي على شعرهم، وفضلوا يتزحلقوا في التراب، وشعرهم بقى مليان تراب وورق شجر، وريحتهم مش حلوة خالص. ولما الشمس بدأت تغيب، شعر كوكي لونه اتغير وما بقاش بيلمع، وتيتو بقت شبه كومة تراب ماشية على الأرض، وبقت ريحتهم مش لطيفة خالص. كوكي القطة المشمشية حست إنها جعانة قوي. قالت للقطة تيتو: يا تيتو، انتي مش جعانة؟ أنا سرحت مع اللعب ونسيت آكل، حاسة إني جعانة قوي. كوكي جريت بسرعة، فتحت شنطتها وطلعت البسكوتة بتاعتها، لكن ايديها اللي عليها تراب سابت علامات على البسكوتة. يا خبر، البسكوتة بقت بايظة وجي عليها تراب، هاكلها ازاي دلوقتي؟ انا جعانة قوي. وتيتو كمان بصت على ايديها وقالت: ايه ده، انا كمان مش هقدر امسك الاكل وايديا عليها تراب. فضلت تبص على ايديها وهي مستغربة وقالت: ياه، التراب مغطي كل حاجة، فينها؟ مش شايفة ايديا حتى. وفجأة ظهر السلحفة العجوز عم الشيخ سلطان بيضحك وبيقول: ازيكم يا قطاقيط يا شطار، شكل اللعب كان جامد النهاردة صح؟ كوكي قالت بصوت خجول: احنا توسخنا قوي ومش قادرين ناكل، احنا جعانين قوي يا عم الشيخ سلطان. عم الشيخ سلطان قال لهم بنبرة حكيمة وحنونة: بعد اللعب لازم ننظف نفسنا كويس يا حبايبي، لازم واحنا بنلعب نحاول نحافظ على نظافتنا،
لما تبقوا نضاف اللعب بيبقى أحلى وأجمل، وبتفضلوا صحتكم كويسة وفرحانين. الأهم إننا لازم ننظف مكان ملعبنا ونغسل إيدينا كويس بعد ما نخلص لعب وقبل الأكل. القطة المشمشية كوكي قالت حاضر يا عم الشيخ سلطان، والقطة البيضة تيتو قالت بصوت كله حماس يلا يا كوكي بسرعة ننظف الجنينة ونخليها نظيفة زي الأول. بكل نشاط كوكي وتيتو نظفوا الجنينة وهم بيغنوا وفرحانين، وردموا الحفرة ولموا الورق ورتبوا الورد. عم الشيخ سلطان قال لهم شاطرين يا قطاقيط، يلا بقى دلوقت قبل ما تاكلوا لازم تغسلوا ايديكم كويس قوي. وشاور على بركة مية وقال لهم دي مية نظيفة استخدموها وتأكدوا كويس ان مفيش تراب متبقي على ايديكم او شعركم. وتفضلوا كمان دي هدية ليكم صابونة علشان تتأكدوا انكم هتبقوا نضاف قوي وبتلمعوا، وكمان الصابونة هتخلي ريحتكم حلوة قوي قوي. كوكي حطت ايديها في المية وقالت دي حلوة قوي، وتيتو نطت وراها وابتدوا يغسلوا ايديهم وشعرهم كويس قوي بالصابونة ويرشوا مية على بعض وهم بيضحكوا وبيغنوا نظف نظف كل حاجة، خلي ايدينا انضف حاجة، نظف نظف بالصابونة، خلي ريحتنا تبقى ليمونة. شعرهم رجع يلمع، كوكي بقت مشمشية تاني، وتيتو بقت بيضة زي الفل. يا سلام، كل حاجة بقت حلوة ونضيفة. وتيتو قالت بصوا ايديا بتلمع ازاي من كتر النظافة. يلا بقى ناكل يا كوكي، انا جعانة قوي. كوكي وتيتو فرشوا قماشة نضيفة في الجنينة وفتحوا شنطهم وطلعوا الأكل بتاعهم. عم الشيخ سلطان قال لهم بالهنا والشفا يا حلوين، أشوفكم بكرة على خير. ومشي عم سلطان وهو مبسوط قوي علشان كوكي وتيتو سمعوا الكلام وتعلموا الدرس ونظفوا مكان ملاعبه، وكمان غسلوا ايديهم وشعرهم بعد اللعب وقبل الأكل. وعلشان كده يا حبايبي الحلوين لازم نهتم بالنظافة. افتكروا دايما كوكي وتيتو ازاي سمعوا الكلام واهتموا بالنظافة وبقوا فرحانين. وخليكوا دايما نضاف، ايدين نظيفة، أوضة مرتبة، ألعاب حلوة، وهتكونوا دايما فرحانين، وبابا وماما هيكونوا دايما مبسوطين منكم وفخورين بيكم. وكمان لما تبقوا نضاف وتغسلوا ايديكم قبل الأكل هتبقوا دايما صحتكم كويسة ومش عيانين، ودايما مستعدين لأجمل لعب ومغامرة، مش كده؟ وتوتة توتة خلصت الحدوتة، ودلوقتي يلا نشوف قصة جديدة مليانة مغامرات، وكمان نتعلم حاجة جديدة مع حدوتة دودو وبندق. كان يا مكان كان في 2 عصافير إخوات بيحبوا بعض قوي قوي. كانوا عايشين في عش جميل ودافي معمول من أعواد الشجر والريش الناعم، ومحطوط فوق شجرة عالية قوي في قلب الجنينة الخضرة الواسعة
اللي كلها زرع وورود ملونة وجميلة. العصفور الأخ الكبير بقى اسمه بندق. بندق ده كان لونه أخضر زاهي زي ورق الشجر في الربيع، لونه مبهج قوي. بندق كان نشيط قوي ومصحصح كده زي المنبه اللي بيرن الصبح بدري، ودايما بيحب يستكشف ويغامر ويكتشف حاجات جديدة. وكان بيهتم بأخته الصغيرة دودو قوي، كان بيحب قوي الأكل الصحي، علشان كده هو كان ذكي وقوي ودايما مركز وكمان نشيط، وبيحب يلعب ويطير ويغني أحلى الأغاني، ودايما مستعد لأي مغامرة حلوة. أما العصفورة أخته الصغيرة بقى دي كانت اسمها دودو. دودو دي كان لونها أصفر فاتح منور وجميل زي الشمس اللي بتدفي القلوب وتنور الدنيا. دودو كانت رقيقة شوية وبتحب النوم قوي قوي، وتحب تقعد في هدوء كده وتستمتع بالجو الحلو. كانت بتحب الحاجات اللي طعمها حلو، وكانت قلبها أبيض وبتتعلم بسرعة قوي. في يوم الصبح من أيام الصيف الحلوة، الشمس كانت لسه طالعة ونورها نازل على ورق الشجر زي الدهب بالظبط. بندق صحي بدري قوي نشيط ومبسوط زي كل يوم، ونادى على أخته دودو اللي كانت لسه نايمة، وبصوت كله حماس وفرحة بندق قال لدودو: دودو يا دودو، اصحي يا أختي يا حبيبتي، ايه النوم ده كله؟ الشمس طلعت والدنيا منورة وبتقول لنا اصحوا والعبوا، يلا بينا ندور على فطارنا اللذيذ، بطني بتصوصو بصوت عالي يا دودو. دودو بقى وهي لسه مش قادرة تفتح عينيها كويس ردت عليه بصوت مضحك وكله نوم وكسل كده وقالت له: صباح الفل يا بندق يا خويا، هو احنا لازم ناكل كل يوم؟ انا عايزة انام شوية كمان، الاكل مش هيطير يعني، خلينا نستمتع بالكسل اللي زي العسل ده. بندق ضحك ضحكة مليانة حب وحنية وقال لدودو بحماس: يا دودو يا أختي، إيه الكلام ده يا حبيبتي؟ الأكل هو اللي بيدينا قوة وطاقة عشان نعرف نلعب ونتنطط ونطير ونرفرف فوق قوي، فوق الشجر وفوق البيوت كمان. من غير أكل صحي هنبقى تعبانين ومفيش طاقة. يلا بينا ننزل للجنينة، أنا متأكد إننا هنلاقي هناك حاجات حلوة قوي قوي ناكلها، حاجات طبيعية ومفيدة جدا جدا. وفعلا نزل بندق ودودو للجنينة الكبيرة اللي كانت جميلة قوي قوي، مليانة ألوان زاهية وأشجار كبيرة وورد ريحته جنان، والفراشات بتطير في كل حتة ومالية الدنيا ألوان. بندق بقى كان بيطير بنشاط في كل حتة، طبعا ما هو كان نايم كويس بقى، وكان عمال يدور بجد واجتهاد على أكل مفيد ولذيذ زي حبوب القمح الذهبية اللي بتلمع في الشمس، والدود الصغنن اللي بيدي للعصافير بروتين عشان عضلاتهم تبقى قوية زي الأبطال. وبعد شوية تدوير على شوية شطارة من بندق لقى حاجات تحفة قوي خليته بقى فرحان قوي، وقال لدودو بفخر وسعادة: بص يا دودو، لقيت ايه؟ في هنا حبوب قمح صفرة وجميلة، وهنا في دودة صغننة هتدينا قوة رهيبة، وهنا كمان في فاكهة صغننة لونها أحمر طعمها حلو قوي، يلا جربيها يا دودو، كلي عشان تبقي قوية ونشيطة. دودو بقى بصت حواليها بفضول وكانت مترددة شوية كده، وعينيها بتدور على حاجة تانية، وقالت:
دي حاجات شكلها عادي خالص يا بندق. أنا عايزة حاجة مختلفة، حاجة طعمها حلوة قوي قوي زي اللي بشوفها في أكياس أصحابنا الناس لما بيعملوا رحلة في الجنينة. وطارت دودو بسرعة قوي وسابت بندق واقف محتار. وفجأة عينيها لمعت، شافت كيس شيبسي مرمي على الأرض وكيس حلويات ألوانها بتلمع وتزغلل وعليها رسومات بتضحك. دودو حست بحماس كبير قوي واندهاش وقالت له بصوت عالي وكأنها لقت كنز: ياي بصي يا بندق، هنا في حاجات شكلها يجنن، ألوانها بتلمع وريحتها جميلة قوي. أنا هاكل من دول ومش هفكر، شكلهم أحلى بكتير. دودو قربت من كيس الشيبسي وبدأت تاكل منه بسرعة كبيرة قوي وهي مبسوطة جدا جدا ومش مصدقة نفسها. بس بندق بقى كان قلقان قوي وخايف على أخته من كل قلبه، وقال لها بصوت كله خوف وقلق: استني يا دودو، ايه اللي انت بتاكليه ده شكله مش أكل طبيعي زي بتاعنا. انت نسيتي ماما وبابا قالولنا ايه؟ ما ينفعش أبدا تاكلي الأكل ده ممكن يوجع بطنك يا دودو. الأكل ده مش هيخليكي قوية زي الأكل الصحي. دودو كانت بتاكل وهي سعيدة جدا ومش مهتمة بكلام بندق خالص، وكملت أكل وهي بتقول: لا يا بندق، ده طعمه خطير، ده أحلى من أحلى حاجة أكلتها في حياتي، طعمه مالح زي ما بحب بالظبط. وبعدين قالت وهي لسه بتاكل: ودي كمان يا بندق، دي سكرها كتير قوي وحلوة قوي قوي، أنا هاكل كل ده. فضلت دودو تاكل من الشيبسي والحلويات اللي لقيتها، وبندق كان بيبص عليها وهو زعلان قوي وحزين على أخته. هو عارف إن الأكل ده مش صحي وإنه ممكن يخلي دودو تتعب وتنام وتخسر طاقتها. ومر الوقت وبدأ النهار يعدي وبدأ الليل يقرب. بندق كان لسه نشيط زي ما هو وبيطير ويلعب ويتنطط زي القرود الصغيرة ولسه فيه طاقة كبيرة. لكن دودو يا حرام، دودو كانت حاسة إن بطنها وجعها قوي وإنها تعبانة ومش قادرة تطير زي بندق، وشها بقى باين عليه الزعل والتعب. دودو كانت حاسة إنها مكسوفة من نفسها علشان أكلت الأكل ده وما سمعتش كلام بندق أخوها اللي بيحبها، وقالت بصوت كله حزن: يا بطني، أنا تعبانة قوي يا بندق، مش قادرة أطير معاك خالص، رجلي مش شايلاني، أنا زعلانة قوي من نفسي. بندق بقى طبطب على دودو بجناحه بحنية كده عشان يهديها ويطمنها، وقال لها بصوت حنون ومشجع: يا دودو يا حبيبتي، مش أنا قلتلك إن الأكل اللي مش صحي ده هيخليكي تتعبي؟ أكلنا الطبيعي هو اللي بيخلينا أقوياء ونشيطين. فاكرة لما كنا بناكل الحبوب والفواكه الصغننة كنتي بتطيري أسرع مني كمان؟ بس ما تزعليش يا حبيبتي، كلنا بنغلط وبنتعلم. دودو حست بالندم وقالت له وهي بتعيط: أنا أسفة قوي يا بندق، أنا غلطانة بجد، كنت فاكرة إن الحاجات اللي شكلها حلو ومغرية دي هتبقى مفيدة. أنا جعانة دلوقتي بس مش عايزة أكل أي حاجة غير أكل صحي، أنا ندمانة قوي على اللي عملته. بندق الجدع رد عليها بصوت حنين قوي وقال لها: خلاص يا دودو، ما تزعليش خالص، المهم إنك اتعلمتي الدرس. يلا بينا ندور على أكل صحي دلوقتي عشان نرجع أقوياء تاني ونطير ونلعب زي الأول وأحسن كمان.
وقام بندق يدور على أكل صحي لدودو، وهو فرحان إنه أخته اتعلمت. لقى تفاحة صغننة كده لونها أحمر وجميل وقع من شجرة التفاح، وشوية توت أحمر طعمه زي السكر بالظبط. بندق قدم الأكل لدودو بكل حب وقال لها بصوت كله فرحة: بصي يا دودو، توت أحمر وتفاحة صغننة، دول مليانين فيتامينات ومعادن هتخلي بطنك أحسن وترجعي قوية من تاني أحسن من الأول. دودو ما كانتش قادرة تاكل من كتر الوجع اللي في بطنها، بس بندق شجعها وفعلا بدأت تاكل من التوت والتفاح بالراحة، وبدأت واحدة واحدة تحس بتحسن، والبسمة رجعت على وشها تاني وهي بتقول: الله، طعمهم حلو قوي قوي يا بندق، وانا حاسة اني بدأت ابقى احسن شوية، بطني بتهدى خالص، انا مبسوطة قوي. فضلت دودو تاكل الاكل الصحي بتاعها، وبعد شوية بدأت تحس انها احسن كتير قوي قوي. الوجع اللي في بطنها راح خالص، وبدأت الضحكة ترجع على وشها من تاني. دودو قالت بفرحة كبيرة ونشاط، وقامت نطت بفرحة: أنا أحسن يا بندق، أنا قوية تاني، الحمد لله إني أكلت أكل صحي ومفيد، عمري ما هاكل أي حاجة مش مفيدة تاني أبداً أبداً. شكراً على مساعدتك ليا، وإنك وقفت جنبي وما سبتنيش موجوعة. أنا فعلاً غلطت إني ما سمعتش كلام أخويا الكبير اللي بيحبني وبيخاف عليا. انت اديتني درس عمري ما هنساه يا بندق، وانا هسمع كلامك بعد كده، ومش ممكن اكل الاكل ده تاني ابدا ابدا. وبندق كان مبسوط وفخور باخته قوي، وحس انه عمل حاجة جميلة لما ساعدها، وقال لدودو: ايوه كده يا دودو، الاكل الصحي هو اللي بيخلينا اقوية ومركزين ومبسوطين. الفواكه والخضروات والحبوب هم أصحابنا الحقيقيين اللي بيدونا طاقة وقوة ويخلونا نكبر ونفرح ونكون مبسوطين. وطارت دودو وبندق في السما الزرقاء وهم بيغنوا أغنية حلوة عن الأكل الصحي، وهم مبسوطين قوي قوي، وكل الدنيا بتضحك لهم. ومن اليوم ده دودو وبندق بقوا دايما يختاروا الأكل الصحي المفيد، وعرفوا إن الحاجات اللي شكلها حلو ومغرية ممكن تكون مش كويسة لينا، وإن الأكل الطبيعي هو اللي بيخلينا نكبر ونلعب ونفرح. وزي ما بندق ودودو اتعلموا، إحنا كمان يا حبايبي يا حلوين لازم نختار الأكل الصحي دايما، ونسمع كلام ماما وبابا، ونبعد عن الشيبسي والحلويات عشان نبقى أقوياء وأذكياء، ونقدر نلعب ونتعلم ونعمل كل حاجة حلوة في حياتنا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، ودلوقتي يلا نشوف قصة جديدة مليانة مغامرات، وكمان نتعلم حاجة جديدة مع حدوتة حمادة وعبلة. كان يا مكان في يوم من أيام الربيع الدافية الجميلة والشمس منورة الدنيا، النملة عبلة كانت ماشية في طابور النمل، وكلهم في طابور منظم رايحين زي كل يوم يدوروا على أكل علشان يخزنوه للشتاء. النملة عبلة كانت عارفة إن الشتاء جاي وهيبقى برد ومطر، ومفيش أكل كتير هيلاقوه في الشتاء. في الطريق للشغل النملة عبلة شافت الجرادة حمادة قاعد تحت شجرة كبيرة بيعزف بالجيتار بتاعه ويغني أغاني بصوته الحلو ويضحك ويلعب مع الفراشات. النملة عبلة قالت له: صباح الخير يا جرادة حمادة،
إيه المزيكا الحلوة والأغنية الجميلة دي؟ صوتك تحفة قوي. الجرادة حمادة قال للنملة: أهلاً، صباح النور يا نملة عبلة. شكراً على تشجيعك وكلامك الحلو. أنا مبسوط قوي النهاردة، الشمس طالعة والجو جميل والفطار كان حلو قوي. النملة عبلة قالت له: طيب يا حمادة، ما تنساش الشغل النهاردة، الشتاء خلاص قرب ومش هتقدر تطلع في المطر تدور على أكل، لازم تعمل حسابك وتخزن أكل للشتاء من دلوقت. الجرادة حمادة قال لها: لا يا نملة عبلة، أنا مش قلقان من موضوع الأكل ده خالص. بصي حواليكي كده، شايفة الجو جميل إزاي؟ الأكل في كل حتة. لسه بدري قوي على الشتاء، ليه نقلق من دلوقتي ونشتغل ونخزن أكل؟ لا لا لا، أنا هكمل لعب وهغني واستمتع طول اليوم بالجو الحلو ده. النملة عبلة استغربت من كلامه وقالت له: طيب يا حمادة، أنا هروح أكمل شغل وأدور على أكل للشتاء، بس فكر تاني في الكلام اللي قلتهولك، الشتاء هيبقى صعب ولازم تخلي بالك. ورجعت النملة عبلة بكل نشاط للطابور وهي متحمسة للشغل. وبعد شوية رجعت وهي شايلة حباية قمح على ظهرها الصغير، ولقت حمادة لسه في مكانه نايم تحت الشجرة. عبلة قالت لحمادة: يا حمادة يا حمادة، اصحى، الشمس قربت تروح، حاول تجمع أي أكل للشتاء. الجرادة حمادة رد عليها وقال لها: يا نملة عبلة، اليوم عدى بسرعة فعلا، بس الجو حلو وأنا مش عايز أجمع أكل. أنا مش قلقان من موضوع الشتاء ده خالص، أنا هقوم أتعشى وارجع أكمل نوم. النملة عبلة قالت له: لما الشتاء يجي هتندم يا حمادة، اسمع كلامي، أنا عارفة الشتاء كويس قوي، هتلاقي صعوبة في إنك تلاقي أكل. عموما أنا حذرتك، لازم أجري بسرعة أخزن الأكل في البيت. يلا تصبح على خير يا حمادة. تاني يوم النملة كانت ماشية في الطابور ورايحة تبدأ شغل، وشافت حمادة تاني قاعد وحواليه ألعاب كتير ملونة وشكلها يجنن. عبلة شاورت لحمادة وقالت له: صباح الخير يا حمادة، إيه الألعاب الجميلة دي؟ حمادة قال لها: صباح النور يا عبلة، تحبي تلعبي معايا؟ عبلة قالت له: بصراحة عاوز ألعب معاك، بس في حاجات أهم من اللعب دلوقت، الشتاء قرب ولازم أروح أشتغل علشان أخزن أكل. لما الشتاء يجي مش هخرج أشتغل، هيكون عندي وقت كتير ألعب في البيت، وهيكون كمان في أكل كتير في البيت. باي باي يا حمادة، لازم أجري بسرعة علشان أخلص شغل قبل ما اليوم يخلص. أنت كمان ما تنساش تخزن أكل. حمادة قال لعبلة: لا طبعا، مش هقدر أسيب ألعابي الجميلة دي وأروح أشتغل، أنا هلعب كتير قوي، الجو حلو ومفيش شتاء ولا حاجة، والأكل موجود في كل حتة. وعدت الأيام بسرعة، والنملة عبلة كل يوم بتجمع أكل أكتر وأكتر وتخبيه في بيتها الصغير تحت الأرض. كانت بتصحى بدري وتنام متأخر، وكل همها إنها تكون مستعدة للشتاء. أما الجرادة حمادة فكان كل يوم بيصحى الصبح يلعب شوية وبعدين ياكل من أي شجرة قريبة، ويقضي بقية اليوم في اللعب والأغاني والضحك. كان فاكر إن الدنيا هتفضل ربيع على طول وما فكرش في بكرة خالص. النملة عبلة كانت بتشوفه وهو بيلعب وتقول: يا جرادة حمادة، الشتاء خلاص على الأبواب. لكن الجرادة حمادة كان بيضحك ويقول: يا نملة عبلة يا حبيبتي، سيبك من الشتاء دلوقتي، تعالي نلعب سوا. لكن النملة عبلة كانت عارفة إن اللعبة مش هينفع لما الجو يبقى برد ومطر،
فكانت بتكمل شغلها من غير ما تتكلم كتير. وفي يوم من الأيام الجو اتغير فجأة، والسما غيمت وبدأ الهوا يبقى ساقع. النملة عبلة فرحت وقالت: الحمد لله، الشتا جه وأنا مستعدة للعب، وكمان عندي أكل. ودخلت بيتها الدافي اللي مليان أكل. أما الجرادة حمادة فكان لسه بيلعب، وفجأة حس ببرد شديد. بص حواليه لقى كل الشجر ورقها وقع ومفيش أكل خالص. حاول يدور على أي حاجة ياكلها لكن مفيش فايدة. بطنه بدأت تزقزق من الجوع وسنانه تخبط في بعض من البرد. الجرادة حمادة قعد يعيط ويقول: يا خبر، أنا جعان وبردان، يا ريتني سمعت كلام النملة عبلة. قعد يفكر يعمل إيه، ملقاش قدامه غير حل واحد. راح الجرادة حمادة لبيت النملة عبلة وخبط على الباب وهو خايف ومكسوف. النملة عبلة فتحت الباب وشافت الجرادة حمادة وبيرتعش من البرد والجوع. حمادة قال لعبلة: يا نملة عبلة، ممكن تدخليني، أنا بردان وجعان. النملة عبلة قالت له: ادخل يا حمادة، الجو برد وما ينفعش تفضل برا كده. دخل الجرادة حمادة وهو مكسوف، والنملة عبلة جابت له طبق مليان أكل دافي ولذيذ. الجرادة حمادة أكل وشرب لحد ما شبع وحس بالدفى تاني. بعد ما الجرادة حمادة ارتاح بص للنملة عبلة وقال لها وهو ندمان: أنا آسف يا نملة عبلة، أنا غلطان إني ما سمعتش كلامك. أنا اتعلمت درس عمري ما هنساه، إن الشغل والتعب دلوقتي أحسن من الندم بعدين. النملة عبلة ابتسمت وقالت له: مفيش مشكلة يا حمادة، المهم إنك اتعلمت الدرس. من دلوقتي كلنا لازم نشتغل ونتعاون علشان نكون مستعدين لأي حاجة. ومن اليوم ده الجرادة حمادة بقى الجرادة النشيط، وبقى يساعد النملة عبلة في كل حاجة، ويجمعوا الأكل سوا ويلعبوا سوا، بس بعد ما يخلصوا شغلهم. وعاشوا كلهم في سعادة، وتعلموا إن التخطيط للمستقبل أهم حاجة في الحياة. وعلشان كده يا حبايبي يا حلوين، لازم نهتم بالتخطيط للمستقبل ونفكر دايما في بكرة، ونبقى متأكدين إن اللي بنعمله النهاردة هنشوف نتيجته بكرة، لأنه كان بيلعب طول الوقت ومش مهتم بنتيجة كسله. وإزاي النملة عبلة كانت مبسوطة لأنها عملت حساب لبكرة وكانت مستعدة للأيام الصعبة. انتوا كمان لو عملتوا واجباتكم ونظمتوا وقتكم بين اللعب والمذاكرة وسمعتوا كلام ماما وبابا، هتبقوا شطار وأذكياء زي النملة عبلة النشيطة، وهتبقوا مبسوطين طول الوقت وناجحين. لما نفكر في المستقبل ونعمل حسابه وننظم مواعيد اللعب، حياتنا بتكون مترتبة وبنبقى مبسوطين قوي، ومش بيحصل لنا مشاكل بسبب الإهمال. مش كده ولا إيه؟ وتوتة توتة خلصت الحدوتة.